السلام عليكم. انا هوريكم فيديو دلوقتي اقسم بالله وجع قلب من الكابتن احمد حسام ميدو وهو بيبطل الراجل ده كوره، وهوريك برضو رد الراجل ده. هوريك الفيديو واتفرج عليه، هنشوفه وهقول لك على تفاصيل كل الفيديو ده لما نشوفه. تعال نشوف الفيديو الاول وبعد كده نتكلم في التفاصيل ورد الراجل عليه. طبعا هو الفيديو قديم شويه ولكن طلع امبارح، بما ان ميدو هو اللي ذكر اسم الراجل وقعد يقول كلام كتير عليه، وهوريك برضو رد الراجل. قبل بس ما نشوف الفيديو اتمنى من حضرتك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتشير الفيديو عشان كل الناس تشوفه، وكمان تحطوا لايك جميل. تعال بقى نشوف الفيديو واقول لك التفاصيل الكامله اللي ورا الفيديو ده. يلا بينا. انا عايزك تركز قوي في اللعبه دي. بص الكوره فين والكابتن حسام ميدو بيعمل ايه. كسره كسره جامده قوي. بص هيبصوا له ازاي وهيسيبه يمشي. ده اسمه الكابتن مصطفى عبد الرحيم، وده بطل كوره من بعد اللعبه دي. وادي حسام ميدو كانه ما عملش اي حاجه، والمباراه دي اصلا كانت مباراه وديه. يعني تخيل ان دي مباراه وديه والكابتن حسام ميدو عمل الحركه دي وسابه ومشي. الدنيا كلها اتلمت حوالين اللاعب اللي انكسر، يعتبر انتهى واتدمر، وهو سابه ومشي. مبدئيا دي كانت مباراة ودية لمنتخب مصر استعدادا لملاقاة المنتخب الكوت ديفوار في تصفيات كأس العالم 2006. المباراة دي كانت في 2005 ما بين منتخب مصر وفريق الإعلاميين، والراجل ده اللي انكسر ده اسمه مصطفى عبد الرحيم. وكانت مباراة ودية وكان المنتخب كسبان 3-0 في الوقت ده. ايه قصة بقى الفيديو اللي طلع ده واشمعنى طلع دلوقتي وما شفناهوش قبل كده ليه؟ بما ان ميدو من يومين طلع اتكلم عن الراجل ده وقال انا كنت عايز اعالجه وعالجته على حسابي وكنت بشغله في شركتي وهو مرضيش، ولعب بعد كده 48 مباراة في جولدي. الراجل طلع ورد عليه وطلع الفيديو ده وطلع فيديو ورد بيه عليه. هوريك الرد بتاع الراجل في اول تعليق، هسيبهولك في اول تعليق. ده الراجل اللي اسمه مصطفى عبد الرحيم، الكابتن مصطفى عبد الرحيم. هو بطل طبعا كرة بعدها وجاله رباط صليبي واتنين غضروف في اللعبه دي. انا زي ما قلت لك هسيب لك الفيديو بتاع الكابتن مصطفى عبد الرحيم في اول تعليق يا جماعه، في اول تعليق هتسمع بقى كلام كتير قوي ان الكابتن ميدو كذاب والكلام ده كله كذب وانكرش من شركته وما لعبش 48 مباراه مع جولدي، والحكم ليكم حضراتكم.